السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده راجعه لكم بفيديو جديد وفكره جديده هتحبيها جدا. زي ما انت ما شايفه كده، هتعمليها في اللانش بوكس لولادك، او مثلا هتعمليها على الفطار او العشاء. زي ما انت ما شايفه كده، مع كوبايه الشاي بطريقه سهله وبسيطه. هنا بص معانا بعد ما استوت، وشايفين كمان شكلها حاجه كده، شكلها تفتح النفس. ايه رايك؟ هتفرح بيها اولادك جدا. نخش على الوصفه. معانا هنا كوبايه ميه دافيه، ونزلنا عليها بكيس خميرة، وهنبدأ ندوبهم. زي ما انتم ما شايفين، هننزل بمعلقة سكر ونص معلقة ملح، وهنا هننزل بعلبة زبادي، وهنبدأ نقلب الخليط ده في بعضه. خلاص، هننزل بقى بالدقيق بتاعنا، وهنبدأ نعجن ونلم في العجينة. زي ما شايفين كده لمت معانا. هننزل بحوالي 4 معالق زيت، وهنفضل نعجن فيها لغاية ما الزيت يخش جوه العجينة. شايفين العجينة بتاعتنا؟ هنسيبها بقى لغاية ما تخمر اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفينها خمرت ازاي وعليت معانا. هنبدأ بقى نشتغل فيها. هنبدأ نفرغ منها الهواء. هنبدأ بقى نكورها كده كور صغيرة زي ما انتم ما شايفين، وحاولي بقى تخلي كل الكور مقاس واحد زي ما انت ما شايفة كده. خلصنا هنا كل الكور بتاعتنا، هنسيبها تخمر 10 دقايق ونرجع لها تاني. هنبدأ ناخد كورة كورة بقى ونشتغل فيها. هتبدأي تفردي فيها كده. لو لقيتي فيها تلزيق رشة دقيق خفيفة. يا ريت بقى تكملي معايا الفيديو للآخر. دهنة زيت بقى خفيفة كده على العجينة بعد ما فردناها. خلاص لحد كده تمام، مفيش اي مشكلة. معانا هنا خليط سكر على قرفة، وقلبناه، وهننزل بالخليط ده على العجين كده اهو. وهنبدأ نلف العجينة رول كده بالطريقة دي. انا بعملها معاكي بالروحة عشان تشوفي الطريقة والشكل اللي انا عاملاه. بالروحة كده هتلاقي فيها نسبة تلزيق خفيفة، مش مشكلة خالص. خلاص، هتبدأي بقى تلفيها كده وتبرميها رول. خلاص، هتاخدي الجنبين كده وتحطيهم في النص. بططي فيها كده ايه يعني، تبطيطة خفيفة. خلاص، وهنجيب بقى السكينة وهنقطع من الطرفين. هنقلب الطرفين بالشكل ده زي ما انت ما شايفة. هو ده الشكل اللي احنا هناخده بقى في الاخر اهي. شوفي بقى شكلها معانا عامل ازاي. هنعمل واحدة تاني. فردنا العجينة، دهنة زيت خفيفة، وهننزل بالسكر والقرفة، وهنلفها رول. انا بعمل معاكي واحدة تاني عشان تشوفي الشكل بقى وتبدأي تنفذيه، وان شاء الله هيعجبك. بروميها كده رول. خلاص، وهناخد الطرفين وهنحطهم كده في النص زي ما انت ما شايفة. لحد كده تمام، مفيش اي مشكلة ولا اي صعوبة. وبالسكينة هتفتحي كده اهو زي ما انت ما شايفة. ايه رايك في شكلها؟ شكلها جميل جدا. يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك. خلاص، إيه رايك بقى؟ خلصنا هنا بقى زي ما انت ما شايفة، وطلع معانا من الفرن بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه ده. في منتهى الجمال، وطعمه بصراحة روعة. لو عجبك بقى الفيديو يا ريت تحط اللايك، ولو انت جديدة معايا يا قمر يا ريت تشتركي معايا في القناة. واستنوني حبايبي في فيديو جديد، واشوفكم بخير، والسلام عليكم.